السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا متأكدة ان بعد الفيديو ده اصحاب محلات الكبدة هيزعلوا وهيجيبوا كمان ناس تزعل، لان النهارده جايبه لكم طريقة الكبدة بالردة تمام جدا زي بتاعة المحلات بالظبط، وجايباها كمان من اشهر المحلات. عايزة اقول لكم ان اللي ادهاني يعني واحد شغال في اشهر المحلات بتاعة الكبدة. شايفين الكبدة وجمالها؟ شايفين شكلها من جوه عامل ازاي ولونها من بره فاتح وجميل ازاي؟ وكمان هعمل لكم النهارده طبق من مكرونه الانسجام. وطبعا طبعا مكرونه الانسجام، اللي عارف المكرونه الانسجام دي عارف ان هي محل مشهور جدا في السيده زينب، هو اللي بيعملها تحفه جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس قبل ما نخش على الوصفه بتاعتنا ما تنسوش اللايك والشير، وطبعا نستعمل بسم الله. بصوا بقى، انا زي ما انتم شايفين كده حله على النار فيها ميه. اول الميه ما غليت معانا نزلت بمعلقه من الملح ومعلقه من الزيت. مش عارفه هي ما بانتش ازاي كده في التصوير. المهم نزلت بالمكرونه بتاعتنا كده. انا اولادي بيحبوا المكرونه سباكيتي سليمه، مش بيحبوا ان انا اكسرها ابدا. وكمان نزلت بحوالي ربع كيلو كده من المكرونه المرمريه الصغننه خالص دي، يعني نص كيلو من المكرونه السباكيتي وربع كيلو مكرونه مرمريه. وزي ما انتم شايف كده مع السخونيه هي بتنزل لوحدها كده، وبعد ما بتستوي احنا بنحب المكرونه التند، يعني بنحبها تلات ارباع سوا. اول ما خلاص يعني وصلت للدرجه اللي انا عايزاها بشيلها، اشطفها اصفيها واشطفها وبفرفرها كده بمعلقه من الزيت عشان تفضل معانا كده ايه، مفلفله كده وبشكلها بيلمع. هنا بقى هنعمل بقى الايه الصلصه بتاعتنا. هنا بصلايه اتنين زي ما انت عايزه، خرطيها زي ما تحبي، مش هتفرق معانا جوانح مكعبات، مش مشكله، اهم حاجه توصل للون الاحمر الغامق دون. وهقول لكم انا عايزاه احمر غامق ليه. هصفيها كده تماما من الزيت وهرفعها من الزيت، وهسيب الزيت زي ما هو في الحله كده. هنشتغل فيه بقى. شايفين؟ هنزل بمعلقه من السكر، والمفروض ان اول معلقه السكر دي ما تدوب معانا تماما كده هنزل بمعلقه من الثوم. لكن يعني عايزه اقول لكم الواحد لما يكون مستعجل بينسى كتير. المهم يعني انا نزلت هنا، جيت انزل معلقه الثوم نسيت ونزلت بمعلقه الصلصه، بس الحمد لله يعني معلقه صغيره لحقت ونزلت بمعلقه الثوم. كنت مستعجله جدا جدا والله. بس المهم يعني زي ما انتم شايفين كده معلقه الثوم اخدت لون معانا ذهبي كده، نزلت بمعلقه الصلصه الثانيه، ما انا كنت ضفت معلقه. وبعد ما نزلت معلقه الصلصه التانية هقلبها تقلبتين. طبعا انتوا عارفين ان لازم الصلصه المعلبات دي لازم من الاول كده يعني نشوحها، نديها تشويحه كده في قلب الماده الدهنيه علشان خاطر نطلع منها الماده بتاعه الحفظ اللي فيها عشان تبقى صحيه اكتر. نزلت بكميه من الطماطم، والطماطم اللي عندي كنت مخزناها يعني مسبكه تمام. انزل بالبهارات اللي عندي وهي عباره عن كزبره، ملح، كمون، فلفل. انا بوريكم ده بكميه البصل اهي. فلفل، رشه من الجنزبيل، رشه من القرفه، وفلفل اسمر. المهم هنزل بيها كلها كده على الصلصه وهقلبها، واول ما تتسبك معانا مش هتاخد حاجه لان اوريدي الصلصه متسبكه. البصل بتاعنا انا فرمته كويس، يا اما في الخلاط في الكبه بتاعه الخلاط المطحنه، يا اما بتفركيه بايديكي وبتنزلي بيه كده، ومعاهم كوبايه ميه صغيره. هو المفروض ان احنا نحط معلقه، نحط هنا كوبايه دي ميه من سليق المكرونه، لكن صراحه ربنا انا ما حبيتهاش. بس كده زي ما انتوا شفتوا خلاص طفيت عليها. هنا بقى جينا للكبده بتاعتنا القمر دي. طبق هنا نزلت فيه ملح، كمون، بابريكا، شطه، جنزبيل، قرفه، فلفل اسمر، زي ما انتم شايفين قدامكم كده بالظبط. بابريكا. هنزل كمان بمعلقه من الثوم، هنزل بحوالي ربع كوبايه من الخل، وهقلب كله مع بعضه كده كويس جدا، وعصره ليمونتين تمام كده. انزل بالكبده بتاعتنا بقى، اللي انا الكبده دي اصلا قبل ما انزل بيها فيها المفروض ان اعمل فيها ايه علشان الكبده بتاعتنا لما ننزل بيها في قلب الزيت ما بتحسيها انها كشت في بعضها كده. فعشان ايه ده؟ عشان خاطر الكبده المستورده دي كبده مستورده على فكره، بيبقى حواليها كده اطار كده شفاف جدا، ده بشيله خالص بستغنى عنه علشان خاطر ده اللي بيخلي الكبده تلم معانا. كمان في عروق كده في وسط قطعه الكبده كده، شريحه الكبده انا بفصلهم عن بعض وبشيلهم وبستغنى عنهم تماما خالص، ان هم دول برضو اللي بيخلي الكبده بتاعتنا برضو تلم معانا في الطاسه. شايفين؟ انا شلت الاطار اللي حواليها دون، انا يعني نسيت خالص ان انا اصور وكنت شلته. لكن هنا كويس ان كنت شلت العروق عشان اوريكم العروق اللي بتكلم عليها ايه. انا بستغنى عنها، يعني ما اضيفهاش خالص، انا برميها بستغنى عنها. وبعد كده طبعا انا ما بغسلش الكبده ابدا خالص. يعني انا الكبده دي يعني كده بتحتفظ بالماده بتاعتها طول ما انت حطيتي ملح وحطيتي خل وحطيتي ليمون، الدنيا تمام جدا. هنا بقى طبعا المحلات انتوا عارفين دي نص الكميه بتاعت البهارات.
انتوا عارفين طبعا المحلات مش بينقعوا الكبده، احنا كنا زمان بنتبل الكبده وننقعها بقى ونسيبها متبله دي من قبلها بيوم، من قبلها بساعتين ثلاثه. ابدا، المحلات مش بتتبلها ابدا ابدا، بتحطها على طول كده في قلب التتبيله، وعلى طول على طول بالطلب في قلب الرد. هنا عملنا ايه؟ كوبايتين من الرده، كوبايه من الدقيق، ونزلنا عليها بنص كميه البهارات اللي احنا ضفناها على الكبده. احنا عايزين الرده كمان تكون يعني واخده نفس البهارات وملحينها تمام، علشان خاطر تبقى كلها حقيقة كده وتمام. زي ما انتم شايفين كده انا بضغط عليها كده، وبعد كده بنفضها تمام جدا جدا من الرده ومن الدقيق. عايزه اقول لكم ان اضافه الدقيق مع الرده الناعمه دي هي اللي بتخلي الكفر بتاعنا كده يبقى الرده تمسك كده في قلب الكبده. هنا بقى زيت، زي ما انتم شايفين كميه زيت محترمه. اهم حاجه واهم حاجه دي التركيه، ان لازم يكون الزيت في قلب الطاسه بتاعتنا كتير، علشان خاطر الكبده تطلع معانا نفس اللون ولونها موحد كده. بصوا انا نزلت في قلب الطاسه كده. انتوا ممكن عشان الزيادات بتاعه الرده حطوها في قلب مصفى وهزوها، عشان تتاكدوا ان ما فيش فيها اي زوائد من الرده ولا الدقيق، عشان ما يتحرقش معانا الزيت. زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجه انها تكون الزيت غزير. دقيقتين اتنين ما فيش غيرهم، وبقلبهم الناحيه التانيه. كمان برضو التركيه اللي هتشتغلي بيها انك بلاش تستعملي الشوكه نهائي وانت بتقلبي الكبده، علشان انت بتضغطي بالشوكه في قلب حته الكبده كده، بتخلي الكفر بتاعها يفصل عنها، وتلاقيها فصلت بقت الكفر لوحدها، والكبده ما فيهاش اي كفر. انا كده اهم يعني اصل حاجه هي الماسك زي ما انت شايفه كده. بس خلاص دقيقتين على على الجنب ده، ودقيقتين على الجنب التاني، وبرفعها بتبقى جوسي. شايفين لونها ما شاء الله، ولا غمقت معانا ولا اتحرقت معانا ولا ادتنا اللون اللي احنا ما كناش بنحبه زمان ده. تحفه جدا جدا والله العظيم. اهم حاجه كمان وانتوا بتشيلوها من التتبيله للرده، نفضوها او يعني ما تخلوش فيها اي زوائد من التتبيله، عشان ما تفصلش معاكم الكفر بتاعها في قلب الزيت. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت تاني بوريكم تاني طاسه تانية اهي. بنزل بالكميه بتاعتنا كده طول ما الزيت. شايفين بقى الزيت بتاعنا نضيف جدا ازاي، ولا اتاثر ولا غمق ولا اسود ولا اي حاجه. عايزه اقول لك ان انا صفيته وقليت بيه بطاطس، ما فيش اي خالص، ما فيش اي حاجه فيه خالص، ولا في اي رواسب كده تخليه يتحرق معانا. بعد ما اشيل الطاسه دي كده هوريكم، بعد ما يعني اشيل الكبده دي من الطاسه هوريكم شكل الزيت عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين الزيت ولا غمق معانا ولا اي حاجه، زي زيت صافي جدا جدا. ده عشان احنا ماشيين صح وخطواتنا صح. تمام كده. خلصنا بقى الكميه بتاعتنا. بعد ما نخلص الكميه تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا معانا زي اي محل كده، برضو نفس المحل كده معانا بيبقى عامل زي تتبيله كده، كزبره على كمون على ملح على نسبه شطه بسيطه كده. واول الكبده ما بتطلع بنروح جاي رشين، وطبعا ده طبق بقدونس جرجير كده، رصيت عليه الكبده بتاعتنا الجميله دي، وعصرت عليه كمان ليمونتين كده من على الوش. عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا، لونها من بره وجوه جميله. هنا بقى مكرونه الانسجام بتاعتنا كمان اللهم بارك، تحفه جدا ولونها حلو. البصل لما بنفرمه ونضيفه للتسبيكه، هو ده اللي بيدينا لون غامق دون، وهو ده سر مكرونه الانسجام. ايه رايكم في الاكله بتاعتنا النهارده، سواء كانت الكبده القمر دي او المكرونه اللي طعمها رهيب دي؟ لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوش في اللايك والشير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.